كان لزاما الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا للعام المنصرم لتكتمل فرحة أطر وأساتذة وأولياء الأمور بحصول الثانوية التأهيلية موليوس بطنجة مؤخرا على الرتبة الأولى على الصعيد الوطني من بين أزيد من 1000 مؤسسة. المعايير المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية في تصنيف الثانويات فهي معايير اعتمدت في تركيب 3 المؤشرات. المؤشر الأول عدد المترشحين في البكالوريا، المؤشر الثاني عدد الناجحين من بين المترشحين والمترشحات، المعيار الثالث هي عدد أو نسبة الميزات المحصل عليها من بين التلاميذ والتلميذات الناجحات. معدل النجاح في ثانوية مولاي يوسف التقنية يقارب 90%، نسبة خولت هذه المؤسسة المرتبة الأولى أيضا إقليميا وجهويا، نتائج تعد ثمرة مجهود جماعي مشترك لأطر وإداري وتلاميذ الثانوية. كنحسوا بواحد النوع من التكامل بين التلاميذ والاساتذه والاطار الاداري، وهذا النوع من التكامل، النوع من الترابط هو اللي كنا نتحقق هذه المرتبه. كنقولوا دائما بان اليد الوحده ما كتصفقش، يعني خصنا ضروري الاساتذه مع التلاميذ كذلك مرافق ديالها ولا كل شيء زعما كيساعدوا كيعاونوا التلاميذ باش يكونوا ممتازين وباش يحصلوا على نقاط عاليه جدا. هي شهادة تميز إذن حازتها ثانوية مولاي يوسف التقنية بطنجة التي تأسست قبل 30 عاما، وتقدم تخصصات عدة في التكوين في مجالات علوم الاقتصاد والتدبير والمحاسبة والعلوم التقنية في الميكانيك والإلكترونيك، ناهيك عن العلوم الرياضية.